13 سبب عشان تحافظي على نفسك في مستوى الهوانم هقولهم لك في دقيقة واحدة بس. أول حاجة احتفظي بهيبتك، مش كل كلام ينفع يتقال ومش كل هزار ينفع في أي وقت. تاني حاجة قللي من الرغي الغير هادف، كلامك مش لازم يملى فراغ بس لازم لما يتقال يبقى في وقت. اتكلمي بس لما تبقي عارفة، مش عيب ان احنا نقول ما نعرفش بس العيب ان احنا نتكلم على الفاضي. سيبي مساحة للخصوصية، مش لازم نتدخل في حياة كل الناس، بنحترم اللي بيشاركنا واللي مش بيشارك. خدي بالك من قعدتك، الطريقة اللي انت قاعدة بيها بتتكلم عنك اكتر من الكلام اللي طالع من بقك. ابتسامتك تبقى بذكاء، ضحكة ناعمة ومش لكل الناس. اصعب انواع الاناقة ابسطها، الاناقة في الوش النظيف، في الريحة الحلوة والكلام الهادي. بلاش حكاوي عن نفسك الا لو اتسالتي. خليكي لطيفه من غير ما تقللي من راي حد، في فرق ما بين الصراحه وقله الذوق. اشتغلي على نفسك واشغلي نفسك بنفسك مش بالناس. خلي دايما لسانك نظيف وبلاش الفاظ ما تليقش بالبنات. اللسان لما بيتعود على الغلط بيغلط قدام اي حد حتى لو ما بين صحابك البنات. واخيرا كوني واثقه من نفسك وغير قابله للمقارنه بحد. ما تقارنيش نفسك غير بنفسك امبارح وما تنافسيش غير نفسك النهارده، وخليكي احسن من نفسك بكره. خليكي ديفا، خليكي ليدي.